أكدت وسائل إعلام دولية اليوم السبت تدهور الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ودخوله في غيبوبة، حيث يتواجد حاليا في العاصمة السويسرية جنيف. ونقلت قناة الميادين عن مصادر طبية قولها أن حالة الرئيس بوتفليقة حرجة جدا وهو في شبه غيبوبة، حيث عادت طائرته إلى الجزائر من دونه، الأمر الذي زاد من الشكوك حول حالته الصحية. يأتي ذلك بعد أن أعلن بوتفليقة الترشح لولاية خامسة في انتخابات رئاسة الجزائر المقررة في شهر أبريل المقبل، الأمر الذي فجر حالة من السخط في الجزائر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى لاندلاع مظاهرات في عدد من المحافظات. من جهتها قالت قناة الحدث إن التلفزيون الحكومي في الجزائر نقل التظاهرات العارمة ضد ترشح بوتفليقة لأول مرة، ما قد يشير إلى انسحابه. الجدير بالذكر أن عبد العزيز بوتفليقة هو 10 رئيس قاد الجزائر منذ التأسيس والثامن منذ الاستقلال، كما عين قبل 14 عاما رئيسا لحزب جبهة التحرير الوطني من قبل المؤتمر الثامن.